الكرة عادت، وصلت عند عبد الله الشبلي، بعد ذلك إلى عبد الله البلوشي، تحويل الكرة إلى الجهة اليسرى، اعتماد على سعود المقبالي، تسديدة قد تكون الله 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 الله، فعلها سعود المقبالي وسجل الهدف الأول لمصلحة التماسيح. التماسيح يريدون البقاء في دوري عمان تل، وصحار يسجل الهدف الأول في هذه المواجهة بعد تسديدة قوية وبعد لعبة رائعة. صحار يتقدم، صحار يستحق هذا التقدم. سعود المقبالي يضيف أول أهداف المواجهة بعد مرور 19 دقيقة بعد تسديدة قوية. صحار يتقدم، صحار يسجل. هنا لاحظ هذه الكرة من عبد الله البلوشي، ثم الاستلام بعد ذلك من سعود المقبالي، ثم التسديدة القوية لا تصد ولا ترد، تدخل في شباك معتصم الوهيبي ليعلن عن تقدم صحار ويسجل رابع هدف له في هذه المواجهة، ويسجل ثاني هدف في مرمى السيب بعد لقاء الذهاب. نعم صحار سجل، صحار عاد ويريد النقاط الثلاث، هدف مقابل لا شيء، وصحار يستحق التقدم بعد المستوى الذي قدمه من خلاله وهو حمد الغافري. الكرة تعود تصل لمصلحة نادي صحار، عادت هذه الكرة، وصلت المحاولة، لكن بعد ذلك الكرة وخروج حارس المرمى، وهنا كرة خطيرة، الثاني جول ثاني. صحار يسجل ويرسل معها التهاني، ومحسن جوهر يسجل الثاني ويفرح الأنصار والمحبين. وغلطة الشاطر بألف يا معتصم الوهيبي، يخطئ في الكرة الماضية، ومحسن جوهر نعم يستقبل الهدايا ويسجل الآن الهدف الثاني في هذا اللقاء. نعم صحار يريد البقاء. الكرة لعبت من أحمد العجمي، ثم خرج معتصم لكنه أخطأ في الكرة، وبعد ذلك استغل محسن جوهر وسدد الكرة في الشباك وأعلن عن الهدف الثاني. صحار يسجل الهدف الثاني، ويا لها من غلطة يا معتصم الوهيبي. لاحظ وشاهد الكرة وهي تدخل في الشباك. صحار يسجل، صحار يبدع، صحار يمتع، صحار يتميز. ومحسن المحاولة الآن لمصلحة جميل اليحمدي، بل هو علي البوسعيدي من هو الأقرب لأن ينفذ هذه الكرة. وهذه المحاولة هنا لدينا الكرة عند علي البوسعيدي، علي البوسعيدي على تنفيذ الضربة الحرة. علي البوسعيدي، نعم الكرة ملعوبة من علي البوسعيدي، كابارا، والهدف الأول يسجل للسيب ويسجله أمجد الحارثي. السيب يعود إلى اللقاء ويسجل الهدف الأول بعد كرة ماضية وبعد لعبة ماضية. نعم السيب لا يستسلم، لا يرفع راية الاستسلام. السيب يريد أن تكون ليلة الختام. هنا كرة كامارا، ثم بعد ذلك زاهر الأغبري يودع الكرة في الشباك ويسجل للإمبراطور، ويعود السيب، والتغطية الدفاعية غابت عن دفاعات صحار. وهنا كرة كابارا، ثم اللمسة، بل هي الغمزة، بل هي الكرة في الشباك، وهدف تقليص الفارق للسيب، والسيب يسجل. بينما نادي السيب البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب عبد الرزاق أبو كمارة هي البطاقة الصفراء رقم 20 في بطولة الدوري. والثالث، الله 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 الله، صحار يسجل الثالث. إن
إنها ليلة التماسيح، إنها ليلة البقاء مع الكبار. نعم، صحار يتقدم بالهدف الثالث. يا لها من نتيجة كبيرة. افرحوا يا جماهير صحار. صحار اليوم في الطريق الصحيح. الثالث. صحار ما أحلاه، ما أبهاه، ما أجمله. هنا التسديدة من قبل عبد الله البلوشي، قوية 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 في مرمى معتصم الوهيبي. يسجل الآن صحار الثالث، ومعها نقاط 3، ومعها البقاء مع الكبار. قوية الكرة من عبد الله البلوشي، أهدى بذلك صحار. في الاستوديو التحليل أن يتحدثوا عن هذه النقطة، يعني 19 جولة فقط هداف بطولة الدوري ب8 أهداف، ولكن هنا أمجد الحارثي في محاولة، في فرصة، ولكن الكرة تبعد، وبعد ذلك إلى زاهر تسديدة. الله 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 الله، يعيدهم مرة أخرى إلى اللقاء ويسجل الهدف الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام على زاهر الأغبري الذي يعيد السيم إلى المواجهة ويسجل الآن في الشوط الثاني ثاني هدف له في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. عرضية أمجد الحارثي، ثم بعد ذلك الإبعاد، ثم بعد ذلك يا سلام يا سلام يا سلام، كرة جميلة رائعة من روائع دورينا، من أجمل أهداف دورينا بقدم زاهر الأغبري. يسكن الكرة في الشباك، وبالتالي استبعاد